يا جماعة هو إيه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ إحنا إزاي بقينا وحشين أوي كده؟ في أخ اسمه أسامة الحداد، ربنا يجازيه خير على اللي هو بيعمله يا رب. كل يوم يجيب أطفال في الشوارع مالهمش أهل ومبهدلين. النهاردة شُفته لاقي طفل في طنطا بيسأله يقول له: "أنت قاعد كده ليه ونايم لوحدك ليه وبتعمل إيه؟" جزاه الله خير يعني دكتور من طنطا شاف الولد هناك وحكى له، فاتصل بأسامة الحداد ييجي له عشان يشوف مين ده وأهله فين. أسامة بيسأله: "أنت إيه اللي جابك هنا يا ابني أنت منين؟" قال له: "أنا من القاهرة." "طب وأنت جاي هنا تعمل إيه؟" قال له: "أمي جات سابتني ومشيت هي والراجل اللي معاها." الراجل اللي معاها ده جوزها وهي متطلقة. "طب جابتك هنا ليه وسابتك؟" قال له: "عشان خاطر طلبت مني أعمل حاجات وحشة وأنا ما رضيتش أعملها." "تعمل إيه يا ابني؟" قال له: "عايزاني أسرق وأنا ما رضيتش أسرق فجابتني هنا ومشيت وسابتني." إيه ده؟ القلوب ليه اتحجرت والناس ما عادش عندها رحمة. الناس بتقطّع في لحمها وتعمل عمليات عشان تجيب حتّة عيّل، واللي بيصرف اللي حيلته في الدنيا كلّها لحد حتى ما بيبيع عفش بيته عشان يزرع طفل يفرح بيه. إحنا ليه بقينا وحشين كده؟ ليه الرحمة اتنزعت من قلوبنا؟ ليه كده؟ إحنا عمرنا ما كنا كده. فين الدين؟ فين الإسلام يا ناس؟ يا ناس فين الرحمة؟ القلوب اتحجرت الأم حتى الأم بترمي طفلها عشان تعيش حياتها مع واحد تاني غير أبوه. ذنبه إيه الطفل ده؟ ذنبه إيه الطفل ده؟ وكل يوم كده، وكل يوم غير الطفل ده آلاف في الشوارع. حرام والله، والله حرام يا ناس. عمر ما كان الدين كده، عمر ما كانت أخلاقنا كده. فين الرحمة؟ فين الرحمة يا ناس؟ ارحموا، ارحموا ربنا يرحمكم. أنتم ما تستاهلوش الرحمة والله ولا تستاهلوا الأطفال اللي بتجيبوها دي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب أخرجنا منها على خير يا رب. يا رب ما توريناش حاجة وحشة في ولادنا يا رب. يا رب ترجّع كل طفل لأمه، ترجّع الرحمة تاني لقلوب الناس. وربنا يجازيه خير أسامة حداد. ربنا يجازيك خير يا أستاذ أسامة والله. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.